السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسان لخص لك حال الأمة في فيديو 4 دقائق. الفيديو ده من حوالي 30 سنة أو 28 سنة، لخص فيه حال الأمة. اسمع الفيديو وأنا معاك للآخر. أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أين الأمانة؟ أين منهج الله ومنهج رسول الله بيننا؟ لو فتشت بين الخلاصة من أتباع المنهج الإسلامي من أبناء الصحوة لبكيت دما بدل الدمع ولانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير على واقع الصفوة، فما ظنك بواقع العامة؟ أنا لا أريد بذلك أن أملأ القلوب بالإرجاف ولا بالهزيمة، فليس هذا منهجا لي، إنما أريد أن أشخص الداء بأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. لو امتثلت الأمة هذا المنهج لأعزها الله بعد ذل، لعلمها الله بعد جهل، لأغناها الله بعد فقر. وارجع معي إلى الوراء قليلا لترى أن الجيل القرآني الفريد يوم امتثل هذا المنهج وحوله في دنيا الناس إلى واقع حياة، حوله الله بهذا المنهج من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. أيها الأحبة، ما نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق إلا بهذا المنهج، إلا، انتبه معي، إلا يوم أن نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الإسلامي القرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فانطلق الصحب الكرام ليحولوا هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وبناء. إنك ترى اليوم طالبا من طلابنا ربما يواظب على دروسنا كاملة، وتراه سعيدا إذا حصل في نهاية العام الدراسي النتيجة بمقبول، قل الحمد لله عديت، ده كده بركة ونعمة. خلل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحطر. متى ستنصر الأمة وهي ما زالت تعتمد على أعدائها في أن يمدها أعداؤها بالسلاح؟ متى ستنتصر الأمة وهي ما زالت تعيش عالة على أدمغة وعقول الأعداء؟ هذا خلل في فهم منهج الله. فمنهجنا قرآن وسنة يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة، فهو منهج يصيغ المسلم صياغة عقدية وتعبدية وتشريعية وفكرية وأخلاقية وسلوكية لا تتفق البتة مع كل مناهج الأرض الوضعية التي تصطدم مع منهج رب البرية اصطداما مباشرا في كل جانب من جوانب الاعتقاد. فما أحوج الأمة الآن إلى أن ترجع بثقة إلى منهج الله وأن تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تدبر قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لآخر الفيديو. اشترك في القناة عشان تسمع أي فيديو ينزل جديد، وما تنساش تذكر ربنا سبحانه وتعالى في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.